ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دي حلقه هتبقى عباره عن ان انا هتكلم عن شويه الغلطات وشويه اللقطات كانت موجوده امبارح في مباراه الاهلي وباتشوكا. طبعا انا ما قدرتش اتكلم عليها امبارح، ما كنتش قادر لحد دلوقتي، والله انا ما كنتش قادر، بس قلت لازم اعمل فيديو، ان انا لازم اطلع كل اللي جوايا. بدايتها هنبدا بالاداره. بسم الله الرحمن الرحيم كده، نبدا يلا بينا. هل إدارة محمود الخطيب حاليا إدارة فاشلة؟ أي نعم، إنها إدارة فاشلة مليون بالمية. ليه؟ هقول لكم. أول حاجة، مشوا سيد عبد الحفيظ مدير الكورة، جابوا بعديها خالد بيبو. حلو تمام، ده كان لعيب كورة، كان كده كده أصلا ماسك منصب مدير الكورة في الناشئين، فتمام جدا. وخالد بيبو لاعب وقريب من سن اللعيبه، فالدنيا تمام. خالد بيبو السيزون اللي فات ما قدمش قد كده، فجابوا محمد رمضان شخصيه، شخصيه، علم اللعيبه الادب، علم اللعيبه الادب. بس الفكره في حاجه، محمد رمضان المنصب بتاعه مش مدير كوره، ده مدير كوره، مدير الفرقه والمسؤول عن التعاقدات اللي هو، ومدير اداري اللي هو، معلش، ازاي محمد رمضان هيعرف يعمل التلاتة كل ده؟ يعني هما فكوا واحد بتلاتة، ده اسمه بخل، ده اسمه نتانة من إدارة محمود الخطيب. يعني معلش، دلوقتي احنا داخلين على يناير، خلاص احنا في نص 12، داخلين على يناير. المفروض ده يبقى في صفقات لان الفرقه بتاعتك فاضيه. فالمفروض بقى كابتن محمد رمضان، مع احترامي ليه، هيعرف هو اللي يجيب الصفقات، هيبقى هو السكاوتنج تيم. انت اصلا عندك سكاوتنج تيم؟ ما اعتقدش انك عندك سكاوتنج تيم. انا متاكد مليون في الميه ان اللعيبه اللي انت بتجيبها كلها عباره عن السيديز. انتوا لسه شغالين بشغل السيديز بتاعت الوكلاء. لان معلش، انك جايب اجانب اخر فتره، جايب رضا سليم ما بيلعبش، بيرسي تاو ما بيلعبش، يوسف ايمن انت جبته منين؟ اشرف داري انت جبته منين؟ يحيى عطية الله انت جبته منين؟ الوحيد اللي لفق وكان ريسك كبير اصلا في اوله هو وسام ابو علي. وانا بقول لك اهو، انا بقول لك مليون في المية ان ده مش شغلكم، ده مش الشغل سكاوتنج تيم اللي جابوا وسام ابو علي. ده اتعرض عليكم من حد تونسي انا لا اتذكر اسمه حاليا، حد تونسي لا اتذكر اسمه حاليا. هو اللي عرض عليكم وسام ابو علي وجبتوه، وطلع ايه؟ البطيخه بتاعته زي الفل، مش قرع، مش زي بقيه اللعيبه. حلو. رضا سليم اللي انت جايبه، انت بعده جنبك ليه يا عم؟ كنت طلعه عارف الصيف طالما انت مش عايزه كولر. طب فاهم كميه التخبط الاداري؟ معلش يوسف، هل انت بقى كولر هو اللي كان عايز يوسف ايمن واشرف داري؟ الله اعلم. الاداره عموما ما بتنفذش كلام مارسيل كولر، ما بتجيبلوش اللعيبه اللي هو عايزها، عشان مارسيل كولر كان عايز مهاجم، ما جابوش مهاجم. مارسيل كولر كان عايز مدافع من الدوري المصري، ما جابلوش مدافع من الدوري المصري. مارسيل كولر كان عايز يغير كذا لعيب محترف في الفرقه، قالوا له لا، ما عندناش، مش هنطلع فلوس. لا. في ايه؟ يعني معلش، انت واحد خارج من بطوله افريقيا كسبانها، عندك السنه الجايه المفروض كانت سنه كاس العالم للانديه والانتر كونتيننتال وبطوله افريقيا وسوبر مصر وسوبر افريقيا ودوري مصر، كاس مصر وكاس رابطه. عندك 7 بطولات هتلعب عليهم في موسم، 7 بطولات. 7 بطولات هتروح الوينجات بتوعك، شحات، حسين الشحات، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو. الاساسي مش كده كده، مش زي الجوده بتاعت الاحتياطي. واذا كان اصلا الاساسي وحش، فانت تخيل بقى يبقى الاساسي عندك وحش والاحتياطي عندك اوحش. بجد دي حاجه مستفزه جدا. ويقول لك ويطلع لك خالد مرتجي
قبل البطوله يقول لك احنا معانا احسن سكواد في افريقيا. لا، ما عندكش احسن سكواد في افريقيا، ما عندكش احسن سكواد في افريقيا، ما عندكش احسن لعيبه في افريقيا. انا اسف في الكلمه، الاهلي ما عندوش احسن لعيبه في افريقيا في ولا خط. انت اللعيبه بتاعتك بتلعب لسببين: عشان البادج اللي على التيشيرت، وعشان الجمهور واقف في ظهرها. لكن معلش اعذرني، الجمهور هو اللي شايل الاهلي. اعذرني معلش، فرقه زي بيراميدز معاها لعيبه احسن من لعيبتك كلها، فرقه اعلى بكتير فنيا، ما تكسبش ليه؟ مفيش جمهور، مفيش جمهور في ظهرها. لكن فنيا بيراميدز اعلى منك، فنيا بيراميدز اعلى من الزمالك بكتير. فنيا بيراميدز اعلى فرقه في الدوري عندها لعيبه. تخيل انت بقى عملت ايه؟ لسه كسبانه كاس السنه اللي فاتت. لك عشان مفيش جمهور. لكن لو انت فاكر انك بعمر كمال وخالد عبد الفتاح وكريم فؤاد محمد هاني دول في الباك رايت تعمل حاجه، تبقى بتهزر. لو فاكر انك بياسر وربيعه بس في الدفاع تعملوا حاجه، يبقى انتوا بتهزروا. لو فاكر ان يحيى عطيه الله لوحده لحد ما معلول يرجع، ولا معلول كبير يعرف يعملوا حاجه لوحدهم، لا. ليه؟ كان معاهم تالت. بس انت التالت ككولر بقى، نتكلم ككولر، ما بيلعبوش. اللي هو مين؟ هو كريم الدبيس. احنا بنتكلم دلوقتي كلام اداري. الكولر كده كده ليه ايه؟ ليه رؤى هجيله بعديها. في نص الملعب انت طلعت ديانج، ومطلع حمدي فتحي، ومطلع ناصر ماهر. مين بقى عندك في نص الملعب دلوقتي؟ انت عندك مروان عطيه احسن لعيب في الاهلي، معاك اكرم توفيق تاني احسن لعيب في الاهلي، وقفشه، وامام عاشور، وعمرو السوليه. عمرو السوليه عنده 35 سنه، عمرو السوليه كبير في السن. عمرو السوليه السيزون ده او اللي جاي وهيعتزل. فانا نفسي يعني ما جبتش حد على مستوى ديانج ولا حمدي فتحي اللي انت طلعتهم، ولا جبت مدافع على مستوى محمد عبد المنعم اللي انت طلعته، ولا جبت وينج على مستوى احمد عبد القادر اللي انت طلعته، ولا جبت مهاجم على مستوى محمد شريف او اعلى من محمد شريف اللي انت طلعته. فبقى تيجي تبص تلاقي من البديل بتاع وسام ابو علي كهربا، تيجي تبص البديل بتاع الثلاثي خط النص قفشه وعمر الساعي، تيجي تبص على الدفاع يوسف ايمن واشرف داير. يوسف ايمن اللي اصلا كولر مش مقتنع بيلعبوا ماتش ومش هيلعبوا تاني بعد ما ضيع ضربه الجزاء في نهائي السوبر المصري. فانت كده عندك حرفيا انت داخل بثلاث مدافعين، واشرف داري ده اصلا ما نزلش غير ماتش العين، ونزل 5 دقايق بالظبط. فمعلش انت ليه ما تصعدش؟ ليه مثلا ما تفرضش على كولر ان هو يصعد؟ ليه انت ما تشتريش مدافع عليه القيمه؟ ليه ما بتعوضش؟ انت فرقتك تهلهلت، انت مطلع كميه لعيبه اخر فتره سواء اعراض او بيع وما جبتش حد مكانهم، وبتجيب صفقات مالهاش اي 30 لازمه. يعني انا اسف، صفقه القندوسي انت جبته ما عملش اي حاجه. جبته ليه؟ مكايده في الزمالك. عمر الساعي مع احترامي ليه لعيب كويس، بس جبته ب 50 مليون ليه؟ عمر الساعي ليه ب 50 مليون؟ مع انهم كانوا بايعين لعيب احسن منه بكتير اسمه عبد الرحمن مجدي ب 40. هم اصلا استغربوا قال لك دي مجامله لنادي الزمالك. لا يا حبيبي، لا، انت مش هتجامل حد على حساب النادي الاهلي، ده فلوس النادي الاهلي، مش هتجامل حد على حسابه. طالما كده بقى جامل جماهيرك، جامل جماهيرك، هات لهم صفقات بدل ما احنا كل شويه يتنكد علينا في كل بطوله مهمه عشان واعيين بدنيا ومعناش تغييرات. احنا كان معانا تبديل سادس مش عارفين هننزل مين. احنا قاعدين 2 حراس مرمى على الدكه، ومعانا سمير محمد ده ناشئ، كل دول ناشئين. سمير محمد ده ما بيلعبش مثلا، طبعا مش هيلعب امتى ولا هيلعب فين؟ مستحيل. مش هنزله في ماتش زي ده. ما تلوموش على سمير، ما تلوموش على حد غير الاداره، الاداره دي اكبر مشكله فيهم، اكبر مشكله هي الاداره قطعا. وكولر
خش على كولر بقى. كولر امبارح يتحمل 50% من خسارة الماتش. ليه؟ عشان هو مدرب. عمل ماتش حلو؟ عمل ماتش حلو. مع ان في ناس طلعت تقول كولر غلطان ان هو عمل جيم بدني في الشوط الاول. انا اسف، انا شايف الكلام ده كله غلط. ليه؟ هقول لكم من وجهة نظري. اللي خلى باتشوكا امبارح تخاف منك وتكن منك وخلاص، هو ركبهم حرفيا، ركبهم احساس ان هم خسروا. اللي احنا الجيم البدني اللي عمله امبارح، اللي احنا الشوط الاولاني ماسكينهم دعك دفاع وهجوم وضغط من تلت الاولاني من عندهم. ده اللي خوف. وغير كده جمهور يا محمد يا شناوي، ده انا جاي لك، انا كده كده جاي لك، اهدى عليا. فالشوط الاول طبعا، بص اقول لكم حاجه، مع احترامي لكل اللي بيطلع، مع احترامي لاي لعيب او اي محلل على القنوات التلفزيونيه بيقول رايه، بس مش اي حد يطلع يتكلم في التلفزيون. اللعيب مش هيبقى شايف الموضوع من وجهة نظر الجمهور. محدش بعد اذنكم اللعيبه يتكلم باسمنا، محدش من اللعيبه المعتزله يتكلم باسمنا غير لما يكون هو جمهور الاول، غير لما يبقى حاسس بالجمهور، حاسس ان الخساره بتاعت امبارح دي قد ايه كانت مؤذيه للي سافر قبل اللي ما يسافرش، للي راح قطر قبل اللي اتفرج عليه في البيت، للي اتفرج عليه في القهوه، للي اتفرج عليه في البيت، للي اتداين، للي راح اتفرج على الماتش عشان يتفرج على القرف ده، اتفرج على المجاملات اللي بتحصل، اتفرج على القرف والسخافه وردود الفعل بتاعت اللعيبه الزباله عليهم امبارح. ما علينا. مشكله كولر، قلنا الشوط الاولاني عمل كل اللي عليه. تعالى بقى الشوط الثاني. دلوقتي كولر عايز، دلوقتي مدرب باتشوكا نزل اتنين في اول 60 دقيقه، في اول 10 دقايق من الشوط الثاني كان مدرب باتشوكا منزل اول تغييرين. طبعا كولر جه يبص على الدكه، لا عنده مين؟ عنده قفشه، لا عنده كهربا، عمر الساعي، رضا سليم، اشرف داري، يوسف ايمن، مخلوف، بيرسيتاو، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس، حمزه علاء. مين في دول؟ انت كده انت بقى احنا كناس بالجمهور، مين في دول يقدر ينزل يعمل حاجه، يقدر يبقى احسن من اللي في الملعب؟ قطعا 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 قفشه وبيرسي تاو. لان طاهر لما يبص، طالما طاهر احسن لعيب بدنيا عندك، تلاقيه في الشوط الثاني في الدقيقه 65 مش قادر يجري، اعرف ان في مشكله في الاعداد البدني، في مشكله بدنيه واضحه جدا في النادي الاهلي. حاسس ان في اكتفاء من كولر من ساعه ما رجع من الاجازه الاخيره ما بقاش مركز. خدوا بالكم دي شبه نهايات فايلر، ما رجع من الاجازه وقال لك انا لسه بشوف الموضوع مع مراتي سواء كامل ولا لا. كولر جه قال نفس الكلام، كولر قالها الاجازه اللي فاتت، وهو بدايات فايلر هو مش مركز. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بدايتها خسرنا سوبر افريقي، خسرنا سوبر افريقي، كسبنا سوبر مصر ضربات جزاء، كسبنا ماتش بطولة افريقيا، تعادلنا 0-0 قدام اورلاندو، خسرنا ضربات جزاء قدام باتشوكا، متنقلين في الدوري احنا مركز ثالث. فانا شفت الموضوع ده قبل كده، انا شفتها من 3 سنين ولا 4 سنين مع فايلر. فخلوا بالكم، تغيير الأسوأ على الإطلاق. أنا شايف تغيير وسام أبو علي بكهربا دي حاجة من الاتنين، والله هو حل من الاتنين. يا وسام كان مصاب، يا كولر نزل كهربا عشان يشيله الليلة كلها ويقول للإدارة بصوا أهو ده المهاجم البديل اللي انتوا سايبينهولي، فرجوا أهو مش شايف قدامه. مع احترامي لكل آرائكم، بس أنا مش شايف ان كهربا غلطان. كهربا فنيا مش حلو خالص،
كهربا شطب، شطب، بس اللي حصل امبارح ده مش غلطته هو. حصل امبارح ده غلطة اللي نزله من على الدكة اصلا. مارسيل كولر هو السبب في اللقطة دي. يعني لعيب مش جاهز بدنيا ولا فنيا بتنزله ليه؟ عشان يشيل الماتش، هي ما فيهاش غير كده. انت منزله عشان يشيل الماتش، وعشان توري الاداره انا ماليش دعوه، انا النتائج اللي بعملها ده ما عنديش بدله. فتنزل لعيب هو مش جاهز ومش اساسي، تنزله عشان يشيل هو، ولا عشان لما تخسر تقول هو السبب؟ انا اسف يا كولر، دي غلطتك. شوف انت عملت فيه ايه، شوف هو ماشي عامل كده ازاي. ومع احترامي ليكوا كناس، انا اقول لكم حاجه. اللي حصل امبارح هو مش كهربا اللي داخل شاط، اللعيبه اللي زقته، اللعيبه اللي فيها احزاب هي اللي زقته عشان ياخد اللقطه. ده انا زهقت قوي من، زهقت من حوار ان النادي الاهلي بقى فيه احزاب ده. يا جماعه طب لازم خلصنا من موضوع بقى كولر، نخش بقى على ايه؟ على اللعيبه. يا جماعه انا لازم امام عاشور بره، محمود كهربا بره، محمد الشناوي بره، خالد عبد الفتاح بره، عمر كمال بره. كل دول لازم يمشوا. بيرستاو كده كده يمشي، رضا سليم يمشي، كل دول لازم بره. حسين الشحات لازم يمشي، لان شغل حسين الشحات اللي هو يجي قبل التجديد بكام ماتش ده ولا اخر ربع من الموسم بيبقى جامد، وبقيه الموسم مع بطس، لا مفيش الكلام ده. يمشي. اي لعيب شايف نفسه اعلى من النادي الاهلي يمشي، اي لعيب شايف نفسه على الجمهور يمشي. محمد الشناوي بالاخص دلوقتي، الجمهور اللي عندك اللي في قطر، اللي دافع من جيبه كده عشان يجي يتفرج عليك، انت مش مديله حاجه من جيبك، انت بتصرفش عليه، ده هو اللي جاي ودافع عشان يشوفك، عشان يتفرج عليك. اصلا جماهير قطر بيقولوا ان ده يوم المنى وعيد عندهم ان هم يجوا يشوفوا المصريين والاهلي. لما يجوا يتفرجوا ويلاقوك ترد على مشجع. بص انا هوريكم لقطه يا جماعه، المشجع شوفوا حرقته على الاهلي كانت عامله ازاي. اتفرجوا شوفوا المشجعين دول بيعيطوا محروق دمهم، والتاني يجي يتخانق معاهم بقى، التاني كابتن الفرقه. أول واحد يبقى في ظهر الجمهور ويعتذر لهم هو اللي بيتخانق مع الفرقه، لهم انا همشي، لا امشي، احنا مش عايزينك اصلا، امشي غور عادي. كده كده احنا اصلا بنطالب انك تمشي من زمان، بقالنا سنتين بنقول احنا عايزين نشوف مصطفى شوبير، امشي عادي، ما تقفش على حد، بالذات انت اصلا مستواك زي الزفت، وانت كده ليك لقطه اصلا معانا قبل كده في ماتش بتاع برج العرب لما الجماهير جات لك وحسمت انت الدوري ولا دخلت اللعيبه جوه. انت كده اصلا الجماهير مش طايقاك ولا حباك اصلا، فانت هتقول لنا تمشي، احنا ما بنتهددش، امشي وغور، احنا اللي عملناك اصلا، فاهم؟ انت لولانا كنتش بقيت حاجه. هنا وقفت جماهير الاهلي وراك، وقفت جماهير الاهلي وراكوا كلكم كلاعيبه، ما حدش فيكم كان عمل اسم، محدش فيكم كان اتشاف، محدش فيكم راح المنتخب، محدش فيكم اصلا كان فضل قاعد في الاهلي. جمهور اللي بيطلع اللعيب وبينزل اللعيب، الجمهور اللي كان بيزوم على حسام غالي، جمهور كان بيزوم على احمد فتحي، كان بيزوم على عبد الله السعيد، كان بيزوم على رمضان صبحي، كان بيزوم ساعات على علي معلول ودي ما بتحصلش، اللي كان بيزوم على بركات، كان بيزوم على حسام حسن، كان بيزوم على الحضري، اللي كان بيزوم على سيد عبد الحفيظ، كان بيزوم على اي لعيب فاكر نفسه اعلى من الاهلي. فمش تيجي انت محمد شناوي، انا اسف واحنا اصلا ما بنحبكش،
تيجي تقول انا همشي والله عليك جمهور 100 100. اه جمهور 100 100. اه احنا جمهور 100 100. ومش عاجبك اتفضل بره. احنا اصلا مش هتفضل بره. شوف بقى تروح تلعب في زد ولا بتروجيت ولا هتعتزل، شوف مين هيفتكرك بقى. شوف لما تطلع تتكلم وتقول جماهير النادي الاهلي ومش جماهير النادي الاهلي هتمسكك تسلخك. يا كابتن يا اللي مسمي يا اللي الاحزاب بتوعك مسمينك الكابتن التاريخي، وانت لا كابتن التاريخ ولا زفت. انا اسف، النادي الاهلي يفتقد للكابتن. من اخر كابتن شفته عدل وقائد فعلا كل ما تحمله الكلمه كان عماد متعب وحسام غالي. من بعد كده ولا واحد يصلح، ولا حسام عاشور، ولا هشام محمد اللي لبس الشاره، ولا ايمن اشرف، ولا محمد الشناوي، ولا اي حد لبس الشاره غير علي معلول. قول بس 10 دقايق بتاريخك. بس كده يا شباب، كده تبقى الحلقه خلصت. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. معلش على الزعيق ولا طول القرف اللي انا فيه، بس انا بجد مخنوق جدا 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 من اللي حصل امبارح. السلام عليكم.